كان في مساعد بيشتغل في مطعم فاخر اسمه فورتنم ميسون، قعد يدور على أكلة تنفع للمسافرين اللي بيعدوا عليهم، سهلة تشبع وما تبصش بسرعة. فالمساعد قعد يفكر وابتكر فكرة بسيطة: بيضة مسلوقة ملفوفة باللحم ومتغطية بالبقسماط. ومن المطعم ده بدأ انتشار البيض الاسكتلندي. والغريبة ان رغم اسمه هو مش من اسكتلندا خالص، ده اتعمل لأول مرة في لندن سنة 1738. تعالوا معايا نعمل الأكلة اللي هتخلي حتى اللي مش بيحب البيض يحبه بعد الطريقة دي. بعد ما ضفنا البصل والبهارات على اللحمة وقلبناها، هنكور اللحمة حوالين البيض بالضغط عليها بالراحة علشان البيض ما يخرجش بره اللحمة. هنحتاج بيض وبقسماط، هنغطس كرة اللحمة في البيض بإيد والإيد التانية للبقسماط عشان ما يكلكعش. هنحمرها في زيت غزير على نار متوسطة، وبعدين هنطلعها ونصفيها ونقطعها. واستمتعوا بتجربة البيض الاسكتلندي، الأكلة الراقية الرايقة ببساطة ودفء البيت. تفتكروا ليه سموها بيض اسكتلندي وهي اصلا مش من هنا؟ هتلاقوا الاجابة في اول كومنت. وبكده احنا خلصنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب وشير للفيديو. السلام عليكم.